صباح الخير، صباح النور. كنتمنى تكونوا بالف صحه وسعاده. الحلقه ديال اليوم غادي نشوف معكم طبق من اطباق الضيافه اللي كيجي غزال بزاف. كما كتشوفوا راه ولا عاوتاني راجع على الموضه، ولا كيتقدم في جميع الاعراس والمناسبات. كيتقدم هذا الطبق هذا اللي هو الدجاج بالضميره بالمعسلات. كيجي هكذا مزيين بالسفه، المذاق ديالو غزال بزاف. غادي نشوف معكم جميع الاسرار ديالو. ضروري تتبعوا معايا الحلقه من الاول حتى الاخر، دائما الاسرار اهم من الوصفه. غادي نبدا هنا اول حاجه بالتتبيله. عندي الزعفران الحر وهو اهم حاجه في هذه الوصفه هذه. كناخذ زعفران الحر او زعفران شعراء، كننزل عليه الماء كيكون كيغلي، كنخليه مغطي لمده ديال نصف ساعه او ساعه. كل ما خليتو كل ما طلق لكم المذاق ديالو اكثر. من بعد هاد شويه ديال الزعفران اللي بقى حتى هو كناخذو كنزيد عليه شويه ديال الماء باش ما نضيع حتى حاجه منه. التوابل دائما ما نكثروش التوابل اكثر من القياس. انا عندي كميه كبيره ديال الدجاج، من بعد راني غادي نوريها لكم. كنستعمل ملعقه كبيره، ولكن كيف ما كتشوفوا راه ما كتكونش مقببه مملوءه، ولكن ماشي اكثر من القياس. كنفضها شي شويه. كتشوفوا ملي كندوز عليها صبعي كيفاش الملعقه دايره، لان اذا عمرناها بالقبه راه تقريبا بحال استعملنا ملعقتين. درت ملعقه كبيره من سكينجبير، ملعقه كبيره من الكركم او الخرقوم البلدي، نصف ملعقه كبيره من الابزار او الفلفل الاسود، ومن بعد كنضيف هنا 6 من فصوص ديال الثوم يكونوا كبار كيكونوا محكوكين. واكيد كنضيفوا الملحه الكميه المناسبه اللي على حساب الذوق ديالكم. غادي نخلط هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم، ومن بعد فغادي نضيف السمن. بالنسبه للسمن ما غاديش نضيفه دابا لان ما غاديش يذوب ليا مع باقي المكونات. غادي نستعمل منه معلقه صغيره بحال هكذا. اما بالنسبه للضويمه كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيفها غادي يضيفها. انا في الاخير غنضيف ضامه وحده، واللي ما استعملش الزعفران الحر يقدر يضيف زوج ديال الضامات. كناخذ التتبيله هذه. الدجاج عندي راه مغسول جيدا. واحد الحاجه دائما كيسولوها هي الناس، انا واخا ما كنديرش ملحه بزاف كتجيني الدغميره مالحه. انا ما كنغسلش نهائيا الدجاج بالملحه، ما كنخدموش. كنغسل الدجاج بالحامض، الحامض وسكينجبير كافيين. كتغسلوا به داك الدجاج ديالكم مزيان كيجي معطر بالحامض وبسكينجبير. اما الملحه راه ما عندها ما غدير هذيك. الا كنا غنكونسيرفيوه بشي حاجه حنا ما غاديش نحتفظوا به، راه كنستعملوه ديك الساعه. اذا بقات شي جليده ما بغاش تزول لينا كناخذ غير شويه ديال البابي الاسويتو، كناخذ منه واحد وكنجرها، راه كتجرب بوحديتها. من بعد فبالنسبه للحاجه الثانيه هي ان هذا الدجاج هذا اللي كيمشي مع المعسلات وكيمشي مع السفه، راه كنقيموه بحال اللي قامه تقريبا ديال البسطيله. كيمشي بهذاك المذاق ديال القرفه، المذاق ديال العسل، المذاق ديال الحلاوه. هو مالح ولكن حلو مالح، ما كيمشيش مع الدغميره اللي كتكون بالحامض مصير والزيتون، ما كيتواتاوش مع بعضياتهم. راه بزاف ديال لي تريتور كيديروا هذا الخطا هذا، كيديروا الدجاج بالدغميره بالزيتون والحامض مصير. ملي كتحطوه مع السفه كل مذاق في شكل، كل مذاق في جهه. واهم حاجه في الاطباق هي ان يكون واحد التناغم ما بين المذاقات كاملين باش كيجي هذاك الطبق زوين. من بعد فبالنسبه للكميه ديال الدجاج اللي عندي هنا، انا عندي كل دجاجه او هنا غير كوكليات، كل وحده فيها تقريبا من 650 غرام حتى 700 غرام. داكشي استعملت 10 ديال الحبات. اذا كنتو غتستعملوا الدجاج، انا كنفضل صراحه الدجاج لان كيجي هكذا رطب اكثر من لي كوكلي شويه كيجيو ناشفين ماشي بحال الدجاج العادي. اذا عندكم مثلا دجاج حجمه متوسط، كل دجاجه فيها كيلو وربع مثلا او كيلو 300 بحال هكذا، غادي نستعملوا 6 ديال الدجاجات. اذا بغينا نستعملوا مثلا دجاج كبير فغادي نستعملوا غير 4 ديال الدجاجات. القامه كتبقى هي. انا عطيتكم دابا كل شيء. اللي بغى يستعمل الدجاج المتوسط، اللي بغى يستعمل لي كوكلي، واللي بغى يستعمل الدجاج الكبير، كتبقى نفس الطريقه. اكيد راه غير المده ديال الطيب اللي غادي تختلف. حاجه اخرى اللي مهمه بزاف هي ان الدجاج ضروري يكون عندي بايت باش يجيكم مرطب. اذا شريتوه وجدتوه في نفس النهار فكيجي قاصح بزاف وكيجي بحال مشتب شي شويه. فضروري ان الدجاج تشريوه نهار من قبل او ليله من قبل، تبيتوه في الثلاجه والصباح كتبلوه وتستعملوه. بغيتو تتبلوه في الليل يبات في التتبيله ديالو حتى هي زوينه، كيتشرب مزيان هذيك التتبيله وكيجي رطب. تقدروا تضيفوا له حتى شويه ديال الحامض معصر كيزيد يرطب، وكتخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه. اذا ما عندكمش الوقت وبغيتوا توجدوا هذا الطبق في نفس اليوم، فكتاخذوا الدجاج اللي كيتباع واجد في السوبر مارشي، ماشي هذاك اللي كيتباع بالعبار، وانما اللي كتكون مكتوبه عليه شي سميه ديال الشركه. انا كناخذ الساحل. كاين انواع كثيره، كاين الكتوبيه، كاين افولوس، المهم كلهم مزيانين. انا كنفضل الساحل، والدجاج ديالو رطب بزاف وغزال، ما فيه لا زفوريه لا حتى حاجه. وفي هكا لي كوكلي كيكون رطب، كنفضل ناخذه من السوبر مارشي كيجي لذيذ وكيجي
كيرطب بزاف. فالمهم ليكم الاختيار، انا غير كنشرح لكم وصافي. من بعد ما تبت الدجاج كنخليه، ما كنخليش انا بزاف، واحد الساعه تقريبا، غير الوقت اللي غادي نوجد فيه البصله وغادي نحضر فيه باقي التوابل. صافي هنا من بعد ما كدوز واحد الساعه كيكون تشرب ليا هذاك الدجاج تتبيله كامله. كناخذ واحد الخيط بحال هكذا وكنجمع الرجيلات ديال كل دجاجه باش كتبقى بحال هكذا محافظه على الشكل ديالها وسط الطياب. وهذيك الجلده اللي كتكون في الصدر من الاحسن مثلا اذا كنتو غادي تشريو، انا ملي كنشري من السوبر مارشي كنلقى صراحه جلده مجموعه، ملي كتشريوه مذبوح كتقدروا تلقاو انها مثلا هاربه شي شويه على الصدر، ما تيجيش داك المنظر زوين بزاف، الصدر كيبان ناشف حتى ملي كتحمروه كينشف. فكتطلبوا من البائع يخلي لكم هكذا جلده شويه طويله. من بعد فكناخذ بحال هكذا لي كوردون وكنجمع حتى الجنيحات مع بعضياتهم. اذا كانت شي جليده طايره كنقادها وكنجمعها بالكوردون، وكيكون هذا هو الشكل ديال الدجاجه، كتجي بحال هكذا مجموعه. غادي نكمل الدجاجات ديالي كاملين بحال هكذا، وغادي نجي هنايا البصله دائما كنقطع هكذا البصله على زوج. وغادي تشوفوا معايا هنا اتجاه الالياف كيف ما كتشوفوا، اذا كانوا اتجاه الالياف غاديين بحال هكذا انا كنمشي العكس ديالهم، كنقطع البصله عكس اتجاه الالياف باش هذيك البصله كتذوب ليا، ما نقطعوش مربعات كيبقاو واقفين ما كيذوبوش دغيا دغيا. واخا كيبان لكم انكم اذا قطعتوا البصله صغيره راه غتبقى مزيان او غتذوب اكثر، لا، ملي كنقطعوها جوانح او سلوكه كيف ما كنقولوا حنا، هذه الطريقه ديال الطيابات، كتجي هكذا دايبه وكتجي ديك الدغميره كلها معلكه. كنقطع بحال هكذا جوانح تكون رقيقه، ومن بعد هذوك الجوانح راني كنقسمهم في الوسط الى اثنين باش ما تجينيش هذوك البصله طويله. اذا كانت البصله كبيره شي شويه، انا هنا البصله راه حجمها متوسط، اذا كانت البصله كبيره شي شويه فكنقسم هذوك الجوانح الى 3. وبالنسبه للكميه ديال البصله اللي غتكفيكم لهذا الطبق هذا فهي كيلو ونصف. ما نفوتوش هذا الحد هذا، من الاحسن باش تجيكم بنينه. كنضيف هنا واحد كاس العنبه يكون خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. وهنا البصله كيف ما كتشوفوا كنحاول نفتتها شي شويه، هي راه غادي تفتت من بعد ملي غادا طيب، غير كنعاونها بحال هكذا وكتخرج حتى هذيك العصاره اللي فيها. كنستعملوا واحد الطنجره كبيره اكيد اللي غادي تكفينا باش طيب ليا هذاك الدجاج كامل. كاين اللي كيحط زلافه من الوسط وكيوقفهم، تقدروا ديروا هذه القضيه حتى هي. انا كافياني هاد الطنجره هذه باش نطيب بلا ما نحط لا زلافه لا حتى حاجه، ما كيتشتوا ما والو. كنحطهم هنا، راه غنحطهم لا على الظهر ديالهم في الاول حتى كتطلق ليا هذيك الماء والعصاره، عاد كنقدر نقلبهم على الوجه، لان اذا حطيتهم هكذا على الصدر في الاول كيتقلاو كتزول لي هذيك الجلده. وانا كنبغي الدجاجه تجي الجلده ديالها هكذاك محمره وزوينه، كتجي حتى في الحطه ديالها كيجي الشكل زوين. انا كنحط بحال هكذا وكنقاد، لان ملي كتقادوها ملي كطيب صافي ديك الدجاجه كطيب وهي مقاده بحال هكذاك والشكل ديالها كيبقى زوين. واكيد غادي تتبعوا نفس الطريقه بالنسبه للناس اللي غادي تستعمل 6 ديال الدجاجات متوسطين او اللي غادي تستعمل 4 ديال الدجاجات كبار، كتتبعوا نفس الطريقه نفس التتبيله اللي قلت لكم في الاول. هنا كنحاول اني نقادهم كيف ما كتشوفوا راه كيتساعوا ليا كاملين. غادي ناخذ هذيك التتبيله كلها اللي بقات ليا وغادي نضيف ليها شي شويه ديال الماء باش غادي نمرق بها، وغادي نخلي هذاك الدجاج كيتشرب. كنشعل عليه العافيه وكنخليه هكذا على نار اللي تكون متوسطه كيتشرب وكيبنان لكم هذاك الدجاج. ماشي من الاول كنضيف له الماء، هنا لا، كنخليه بحال ماشي كيتقلى، غير كيتشرب، كيطلق ديك الصوص ديالو وكيتشرب. هنا راه من بعد ما بدا كيغلي شي شويه كيف ما كتشوفوا راه كيطلق المرقه من التحت. في هذه المرحله هذه كنقلب الدجاج، كنقلبوا على وجهه باش يتشرب حتى من الوجه ديالو. ما تخافوش منه لان كيكون باقي شاد راسو، راه باقي ما بداش كيطيب. انا ما كنخليش كيطيب على وجهه المده كامله، راه غير مسرعه ماشي كنتعدى على الدجاج، راه غير مسرعه شي شويه هذا الفيديو. من بعد كنضيف هنايا هذيك الضويمه ديال الزعفران الحر خلطتها مع الماء سخون وغادي نضيفها بحال هكذا. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال السمن، كون زدتها في الاول ما غاديش تذوب، كنزيدها في هذه المرحله هذه معلقه صغيره ديال السمن ضروريه، ما غاديش تحسوا بها ولكن هي كتعطيكم داك المذاق ديال المناسبات. غادي نضيف هنا واحد 4 ديال العويدات ديال القرفه كيف ما قلت لكم. هذا الدجاج هذا غادي يمشي بالطيبه بحال ديال البسطيله ديال الدجاج. من بعد غادي نقلو عاوتاني على النار، وانايا كنحرك فيه مادام حاطه على وجهه ما كنخليهش، كنبقى بحال هكذا مره كنشوف واش غادي يلصق ليا ولا لا. كنحرك فيه بيدمان ما تشربات ليا هذيك صدر تشرب ليا المرقه كامله. وانا كنتك فيه مره بحال هكذا باش كيخرج منه اذا كان اي سوائل او شي حاجه كتخرج باش ما كيطرطق لياش. وهنا
من بعد كنضيف واحد لتر من الماء يكون ساخن باش كنسرع هذيك العمليه ديال الطياب. هو كيطيب وانا كنسقي فيه. انا دورته هنايا على الظهر ديالو، ومن بعد راه غادي يبقى بحال هكذا، كتبقاو مقابلينه حتى كيطيب. واكيد راني كنغطي عليه، انا غير كنوريكم ملي كيكون كيطيب شنو كندير، لان ما يمكنش غادي تشوفوا معايا الوقت ديال الطياب كامل. انا كيطيب وانا كنسقي وانا كنتك وانا كنبدل له المكان ديالو باش هكذا كيجيكم الدجاج صاين، ما كيجيش لا مهرس لا حتى حاجه، وكيجي كله شارب المذاق. ملي كنغطيو كنخليو واحد الفوهه بحال هكذا. اذا ما وقفات لكمش الغطايه ديروا واحد المعلقه خشبيه. صافي بما الدجاج ما طاب غادي نجيو هنايا نوجدوا السفه. انا كنستعمل كسكسو ديال التريه الرقيق اللي مكتوب عليه كسكس رقيق. هذا بالنسبه لي ارق حاجه في هذوك اللي مكتوب عليهم رقيق كامله، هذا هو اللي كنفضلو. المهم استعملوا اي واحد كتفضلوه، انا ما كنديرلوش الاشهار. خديت منه هنايا كيلو. الناس اللي بغات دير غير نص كيلو تقدر دير نص كيلو. نص كيلو غيكفيكم لهذاك التزيين اللي كيجي من الفوق. انا بغيت نزيد واحد جوج ديال لي بول في الجناب، اللي بغى يزيد منهم يزيد منهم، اما هي نص كيلو راه غتكفيكم باش توجدوا لا ديكوراسيون اللي كتكون من الفوق. اذا استعملتوا نص كيلو، نصف المقادير اللي غادي تشوفوا معايا دابا. كنضيف 4 ملاعق كبيره من الزيت النباتيه، كنضيف الملحه الكافيه. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. هذاك الكسكسو خاصو يتشرب هذاك الزيت وكيترمل كله بهذيك الزيت اللي كنديرها فيه باش ما كيعاودش يتلصق، ما كيجيكمش معجن نهائيا. فضروري انكم تستعملوا الزيت بحال هكذا، طريقه بحال اللي كنصايبوا الحرشه. ومن بعد كنضيف هنا لتر من الماء. كنأكد ان الماء يكون بارد، ماء اللي خديناه من الروبيني، ما ناخذوش الماء لا دافي لا سخون، الماء ضروري يكون بارد. صافي غير كنشرب بحال هكذا هذاك الكسكسو كامل، كنحاول اني نوزعو، ومن بعد صافي كنبسطو وغادي نخليه مده ديال نصف ساعه تقريبا وغادي نرجع له. صافي هنا من بعد ما دازت نص ساعه شفتوا ملي كنفرك هكذا الكسكسو راه تشرب هذوك السوائل كاملين وكله مفرك، ما كتبقاوش ولا بحال بلوك واحد هو مجموع، ولكن غير كنقبطوا بيدي بحال هكذا كله كيتفرتت. غادي نبقى بحال هكذا مستمره معاه حتى تشوفوا ان ما عندكمش كويرات نهائيا في هذاك الكسكسو ديالكم، كيجي مفرك بحال هكذا كتهويوه. اذا بان لكم شي كويرات راكم كتحلوهم. وصافي هنا غادي يكون واجد باش نحطوه فوق من الكسكاس. انا قبل واحد 15 دقيقه راه حاطه الماء يغلي. ضروري يكون الماء غليان عاد نحطوا فيه الكسكسو باش ما كيتعجنش لينا. الناس اللي ما عرفاش انها تفتو، كاين هذاك الغربال، انا هنا كنوريكم في الصفايه، ولكن غتستعملوا الغربال كدوزوا فيه بحال هكذا هذاك الكسكسو ديالكم باش كيتفرك. اما حنا ما محتاجينش، راه غير كنحاول نوريكم كلشي. كناخذ الكسكاس بحال هكذا، كنحاول انني نحط طبقه بطبقه باش كنتاكد ان ما عنديش حتى كتل. كنفرقها بحال هكذا، بحال كنهويه منها كنوزعو ومنها كيتهوى شي شويه، حتى اذا كانوا شي كويرات راني كنحلهم. من بعد ما كنسالي بحال هكذا صافي كنقادو كامل، وغادي ناخذ واحد دار ديال المعلقه هو اللي غادي ندير به بحال الفوهات، كنفوه به هذاك الامكنه منين يمكن يطلع ليا البخار باش كنساعدو. ما كنغطيه ما حتى حاجه، غادي نخليه لمده ديال نصف ساعه بالضبط. يكون الماء كيغلي كنحطوه وكنحسبوا له تقريبا نصف ساعه. من بعد فغادي نجيو هنايا المشماش. المشماش عندي منه 300 غرام. ضفت له حبتين من البرتقال، عصير البرتقال يكون مصفي، ومن بعد كنكمل الكميه بالماء باش نغطي عليه، قبيصه ديال الملحه، ومن بعد غادي نضيف هنا ملعقه كبيره من ماء الزهر الطبيعي. دائما شوفوا هذا بالعامري، ماشي اللي فيه الملصقات الذهبيه، هذا اللي كيكون عادي راه مكتوب عليه طبيعي 100%. هذاك الاخر واخا مكتوب عليه ضرب العامري ماشي طبيعي. من بعد كنضيف منه هكذا ملعقه كبيره، كنخلي المشماش كيتشرب وكيرطب حتى تشوفوا انه رطب واحد ساعتين تقريبا، وغادي نرجعوا له. ملي كيطيب لينا الدجاج كيف ما كتشوفوا، اذا بغيتو ما يتهرس ليكمش فضروري انكم كتخليوه يبرد واحد الساعه قبل ما تاخذوه وتحطوه باش يتحمر. كيف ما كتشوفوا بحال كيتشمع كيرجع يشد راسو. انا ملي كنطاب راه بان لي بحال هزيته كله غادي يتفرتت حيت كيطيب مزيان، ولكن اذا خليتوه يبرد واحد الساعه او اكثر حتى اذا عندكم الوقت فمزيان كتهزوه بكل سهوله. كتاخذوا واحد الطبسيل صغير، اذا استعملتوا دجاج كبير غتاخذوا طبسيل كبير، كتزولوا هذيك البصله اللي لاصقه فيه وكتنزلوا اذا في اي عصاره كتنزلوها بحال هكذا. انا راه حاطه البابي من التحت كيف ما كتشوفوا باش ما ديك الضغميره ما تبقاش كتلصق ليا. غادي نزول هذوك العويدات ديال القرفه كنحيدهم بحال هكذا باش ما يمرروش ليا من بعد، وغادي نبقى هذيك الضغميره حاطها على نار تكون متوسطه، وانايا كنعلق فيها حتى تشوفوا انها دغمرات.
اذا عندكم اي جليده طريفات ديال الدجاج باقيين ضروري انكم تشوفوا، لان اذا دغمروا مع الدغميره ما كتجيش زوينه. كناخذ هنا البريس بيوري وكنعاون بها. انا هنا كما كتشوفوا راه بدات كتشرب شي شويه الدغميره، كنعاون بالبريس بيوري وكنزيد هنا واحد نصف كاس ديال الزيت النباتيه باش هذيك الدغميره كتاخذ لون وكتقلى. حنا هذاك الفائض ديال الزيت من بعد راه غادي نزولوه. صافي كتبقاو مستمرين بحال هكذا دائما حدا الدغميره. انا نقصت هنا زلافه ديال المرقه صفيتها، من بعد غادي نوريكم الوقت اللي غادي نضيفها فيه. الدغميره كتبقاو تخليوها حتى كتدغمر مزيان بحال هكذا. انا قلبتها في مقله بحال هكذا ما كتلصقش باش ما كنبغيش قوه طواوي كبار يبقاو عندي. صافي غادي نزول هذاك الزيت اللي بقى عندي او الفائض ديال الزيت، ما غاديش نزولو كامل، كتخليو شي شويه باش كتجيكم هذيك المريقه خاتره. ومن بعد هذاك الشيء اللي بقى ليا ديال المرقه كنضيفو على الدغميره باش ما كتجيش هذيك الدغميره ناشفه وقاصحه، كتجي هكذا رطبه وزوينه. كيف ما كتشوفوا كتبدا ترخف ليا هذيك الدغميره بحال هكذا وكتعلك. بالنسبه لي كنخلي واحد شويه فين نسخنها، ما تشحروهاش بزاف هاد الوقيته هادي. وحتى اذا شحرتوها وحسيتوا انها مثلا ثقيله شي شويه كتزيدوا شويه ديال الماء باش كتعاود ترخى. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل باش نبقى غادي في هذاك لو تيم. العسل هنا راه ما غاديش يحلي لكم، معلقه كبيره ما تعطيش الحلاوه، كتعطي غير واحد تعطي بحال واحد التوازن، كيجي زوين بزاف هاد الصوص هادي مع باقي المكونات. صافي هنا انا بالنسبه لي غادي نطفي باش نقدر نسخنها ما تزيدش تقصاح ليا. هنا من بعد مرور نصف ساعه فغادي نبدا بحال هكذا كنفتت هذيك السميده. ما عرفتش واش حددت معكم الكميه ديال الماء. الكميه ديال الماء اللي كتاخذ هي لتر من الماء. كيلو ديال السميده، ماشي سميده رقيقه، هذا اللي انا كيكون مفور من قبل. كيلو ديال هذا الكسكسو الرقيق كيمشي معاه لتر من الماء البارد. كنحاول بحال هكذا كنفرتت هذيك السميده كتكون سخونه شي شويه، وغادي نضيف لها 3 كؤوس من الحليب نفس الشيء يكون بارد من الثلاجه. 3 كؤوس العنبه هي تقريبا واحد 450 مليلتر ديال الحليب. هي هذيك العلبه اللي كتباع ديال نص سيترو، ما كتكونش كامله نص سيترو، هذيك كتستعملوها تقريبا كامله. كيف ما لاحظتوا كنضيف بشويه بشويه باش هذاك الكسكسو ما كيجيش مفزك. كنضيف هكذا كاس ونخليها تشرب بحال هكذا وكنخلط مع كتكون سخونه راه دغيا كتشرب. صافي من بعد ما كتضيفوا الحليب او الكاس الثالث من الحليب كتبدا تبرد شي شويه، كنقدر هكذا نحركها بيديا. وهنا عندي في الجنب واحد 120 غرام او نص رابعه ديال الزبيب. كندوق هنا الكسكسو اللي انا في المرحله هي فين يمكن ليا نزيد الملحه. من بعد غادي تبقى باينه المذاق ديال الملحه. هنا ضغط لقيت ان الملحه ناقصه شي شويه، الصفه كتجي بمذاق مالح عادي. عاد كنضيفوا لها السكر، ما كتكونش مسوسه او مسكره باش تجيكم بنينه. كنضيف هذاك الزبيب وكنعاود نفركها مع الملحه والزبيب وكنوزعها فوق من الكسكاس بحال اللي وريتكم في الاول. كندير هكذا تقيبات. هاد المره هاد القضيه هذه غادي نديرها حتى قبل التقديم. كنحطها بحال هكذا قبل من التقديم بواحد 15 دقيقه اللي غتاخذ لي تقريبا هاد السفه، لان هنا غادي نردها ربع ساعه حتى كيغلي الماء. عاد كنحط الكسكاس نحسب ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه على حسب العافيه عندكم كيفاش دايره. صافي وغادي نتلاقى معكم. وهنايا المشماش او المشماش اليابس راه صافي تنفخ كيف ما كتشوفوا. كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده، 3 ملاعق كبار من العسل. اذا ما عندناش العسل نقدروا نضيفوا السكر. من بعد كنحطوا على نار متوسطه. هنا نحرك غير في الاول، من بعد ما تبقاوش تحركوه باش ما يتعجنش لكم. كتخليوه حتى كيتعسل مزيان وكيتشرب. ضروري ان المشماش ما يبقاوش فيه سوائل نهائيا، لانه من بعد ملي كتحطوه راه كيطلق شي شويه ديال الماء. فكيف ما كتشوفوا ضروري يكون عندكم بحال الصوره، وضروري انه ما يبدلش اللون. اذا بدل اللون تعطي مذاق اللي ماشي زوين بزاف. صافي هنا يعتبر كافي. غادي نقلو في واحد الطبسيل ونخليه واحد شويه حتى نبغي نستعملو. الدجاج هنا كندهنوه غير بالزبده باش كنبقاو غاديين في هذوك المذاقات نفسهم. ومن بعد ملي كيكون في الفران كنبقى هكذا مره كندهنو بهذاك الزيت اللي تلقات ليا الدغميره، هذاك اللي صفيتو قبيله داك الزيت كنبقى كندهن به بحال هكذا. اهم حاجه ان ملي نكونوا مستعملين هذا الكوكلي هذا ما نخليوش كينشف. كناخذوا الفران كنديروه على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وكنخليوه مده قصيره. ما تخليوش مده طويله، ماشي بحال الدجاج العادي غنبقاو تنقلبوا فيه ونخليوه من هاد الجهه ومن هاد الجهه حتى كيولي ناشف. لا صافي غير يتحمر من الفوق صافي كتجبدوه. هنا بعد ما خرجته من الفران كنحمروه مباشره قبل من التقديم. ماشي كنحمروه ونسخنوه، ما يمكنش لينا غادي ينشف. وماشي كنحمروه ونخليوه وسط الفران باش يبقى شاد سخونيه. صافي غير كنحمروه كنقدموه مباشره.
هنا السفه فاش حطيت الدجاج يتحمر حتى هي حطيتها، المهم حتى قرب تقريبا يتحمر عاد حطيتها حتى هي لانها تاخذ ليا ربع ساعه تقريبا. غادي نضيف ليها ملعقه كبيره مملوءه من الزبده تكون حيوانيه اكيد. من بعد غادي نضيف هنا علبه ديال نيسلي. اذا ما عندناش مثلا نيسلي غادي نستعملوا واحد زلافه ولكن سكر كلاص او السكر الناعم، لان اذا استعملنا سكر حبيبات او سنيده غادي يبقى كيتغزز شي شويه. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى تشوفوا انها تشربات كامله، وغادي نعاون بيدي بحال هكذا. هي سخونه شي شويه، استعملت ليغات لان باليدين هي فين كتفرك. كناخذ هنا القالب، اي قالب بغيتو تستعملوه، كنزين بشويه ديال الزبيب، كنحاول نحطو هكذا باش يبان كيجي داك المنظر ديالو زوين. ومن بعد كنحط بطبقات، كنحط الطبقه الاولى وكنضغط جيدا، نحط الطبقه الثانيه ونضغط جيدا، والطبقه الثالثه نفس الشيء. اذا غير حطيتو بحال هكذاك ملي غتقلبوها راه غادي تفرتت كامله. وملي كتكونوا حاطينها وقت ديال التقديم الناس راه كتهز بالمعلقه ما كتفرتت مع حتى حاجه، كيهزوها كتكون متماسكه. وملي كتحطوها في الطبسيل ديالكم مجرد ما كتقيسوها بالشوكه او بالفرشيطه صافي راه كترجع كتولي كلها مفرته وكلها كتجي بحال هكذا مفركه، ما كتجي لا معجنه لا حتى حاجه. فما تخافوش ملي كتضغطوا عليها راه ما كتعجنش غير كتماسك. صافي هنا كنتاكد ان الجنيبات كلهم مغطين وكنضغط جيدا حتى نشوف ان ما بقاش عندي فين نضغط، صافي ما بقاش الهواء داخل نهائيا. قبل من التقديم عاد كنقلبها. المهم انا اصلا هادشي كله درتو قبل من التقديم باش كتبقى سخونه، كلشي كنقدموه سخون، كنحاولوا نخفوا يدينا شي شويه باش نقدموا كلشي هكذاك سخون كيجي حسن. هنا صافي غادي نقلب، دائما كيبقى عندي السسبانس ديال الاخر واش غادي تخرج مقاده. هنا الحمد لله صافي راه خرجت مقاده كيف ما كتشوفوا. هذاك الزبيب مزينها بحال هكذا. غادي نزين الجنيبات داك المشماش معسل مع انصاف ديال الكركاع. ملي تاخذوا الكركاع طلبوا من البائع انا نعطيكم كركاع شويه كبير. نفس الشيء بالنسبه للمشماش معسل، المشماش العادي الجاف. انا ضروري بالنسبه لي اللوز مهرمش ومقلي يكون في السفه، كيعطيها مذاق زوين وقرمشه. ملي كتهزوا بحال هكذا معلقه ديال السفه كتهزوا معها واحد شويه ديال اللوز مهرمش. غنزين هنا بدوك الوريضات المجففين غزالين كيجيو في المنظر ديالهم. وهنا الدغميره كنسخنوها حتى لاخر دقيقه. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للطريقه ديال التقديم انا راه قطعت هذاك الخيط وعوضته هنا بالخيط ديال الرافيه. راه كيتباع الناس اللي كتبيع الاشياء الخاصه بالحلويات. زينت بالمشماش معسل هنا وبنص قرقاعه، وحطيت هكذا واحد البيك فخوي من الوسط. كيفاش غيدخل في القرقاعه هذيك التقيفه اللي كتكون في القرقاعه كنغرسوا وسط منها هذاك البيك فخوي. زينت بالبريوات عامرين غير باللوز المقلي راه عندي ديجا في القناه، وحطيتهم بحال هكذا معسلين. زينتهم بشويه ديال اللوز ايفيلي، وحطيت هذوك الطويصات فين غادي نحط الدغميره. صافي هنا كنحط هذيك الصوص سخونه كيف ما كتشوفوا، او هذيك الدغميره كتجي غزاله بزاف، كتجي مواتيه مع الدجاج اللي كيمشي مع المعسلات. البريوات معسلين حتى هما، غادي نحط لكم الرابط ديالهم راه عندي في القناه. ومن الفوق كنحط هكذا طبق ديال السفه اللي زينته كذلك بشويه ديال البيض ديال السمان. هذيك الدغميره اللي حطيت في جنيبات حتى هي حطيت لها هكذا شويه ديال اللوز وبيض ديال السمان اللي حطيت فوق منه واحد البيك خوي اللي فيه واحد بحال صديفه الفوق كتبري او في الذهبي. كنتمنى ان الطبق هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، توجدوه لضيافكم سواء بهذا الدجاج اللي كيكون صغير لي كوكلي او توجدوه بالدجاج كيجي زوين بزاف. غير تبعوا المراحل كاملين، جميع الاسرار غادي يصدق لكم بحال هكا. وكيف ما العاده كنتمنى نشوفكم بخير وعلى خير الحلقه المقبله ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا له لايك، تخليوا لي تعليق، تبارطاجيوه مع بعضياتكم، وما تنساوش تكتبوا لي طلباتكم بالنسبه للحلقات المقبله ان شاء الله.